ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. هل ترامب هيلغي الهجرة؟ هل ترامب مش عايز مهاجرين جداد؟ هل ترامب ممكن يلغي الهجرة العشوائية؟ هل ترامب ممكن يلغي قضايا اللجوء؟ ده اللي هنشوفه في فيديو النهارده. بص، اول حاجة عايز اقول لك ترامب بيزنس مان، يعني راجل اعمال. طيب ترامب يهمه ايه في الدولة، في امريكا عامة، يعني في الولايات المتحدة الامريكية؟ الاقتصاد يرتفع. نمبر 1 اهو، بقول لك اهو رقم واحد دلوقتي. اهم حاجه ترامب بيدور عليها الاقتصاد، ارتفاع الاقتصاد. عايز الدولار يرجع قوي تاني، الاقتصاد الامريكي يرجع يعلى تاني. عن طريق ايه؟ كذا حاجه. اول حاجه نو تاكس. في حاجه اسمها تاكس كات، اللي هو ايه؟ انعدام الضرايب. الضرايب شبه منعدمه ايام ترامب، فهيقلل الضرايب قليل جدا. الضرايب هتقل بطريقه، يعني بص، لا هيبقى فيه ضريبه على البيزنس بتاعك. البيزنس بتاعك هيبقى معفي من الضرايب اعفاء تام، يعني طول الاربع سنوات بتوع ترامب. ده ليه؟ ده علشان يساعد ان المستثمرين يجوا يستثمروا في امريكا. شركات كبيره تفتح، الشركات اللي قفلت من امريكا ترجع تاني. كل واحد بقى عايز تفتح لك مطعم، عايز تفتح لك شركه، عايز تفتح لك قهوه، عايز تفتح لك اي حاجه، اي بيزنس، انت معفي من الضرايب اعفاء تام. بل بالعكس، لو عايز تمويل فيدرالي هيديك تمويل فيدرالي. ليه؟ علشان يساعدك تكبر البيزنس بتاعك. ما هو مين اللي مستفاد في الاخر؟ هو. طيب خلينا نقول ان من ضمن الحاجات اللي بتشكل الاقتصاد الامريكي المهاجرين الجداد. ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي ازاي. دلوقتي امريكا في شغلانات زي مثلا الويترز، اللي هم اللي بيسموهم ايه، اللي بينزل لك الطلبات في اي مطعم ولا اي حاجه. الميكانيكي، الشغلانات اللي هي الحرفيه زي كده. هل في حد من الامريكان هينزل يشتغل ويتر في كافيه؟ مستحيل، ما اعتقدش. مين اللي هيشتغل الحاجات دي؟ اللي جاي لسه مهاجر جديد. هم دول اللي بيشتغلوا في فئات معينه منهم، او يعني بيشتغلوا فئات معينه من الوظائف اللي هو الامريكان مش هيرضوا يشتغلوها. فهو ترامب عارف ان الحاجات دي مهمه جدا. لازم عندك كل بيزنس، ما انت بتدور على ايه؟ بتدور على ناس بسعر اقل. دلوقتي الامريكي هيقول لك لا $30 في الساعه، انما المهاجر الجديد هيقول لك ماشي $19 في الساعه، $20 في الساعه، تمام، ما عنديش اي مشكله. وينزل يشتغل اوفر تايم لان هو عارف ان هو محتاج فلوس لحد ما يبدا يكبر ويعمل كمان هو البيزنس بتاعه. فكده ترامب المستفيد، الاقتصاد الامريكي بيرتفع. انت اشتغلت عند حد، بنيت نفسك، هتبدا تعمل انت كمان مشروع. المشروع هيجيب لك برضو مهاجرين جداد يشتغلوا عندك، وهكذا. هو ده مراحل تطور الاقتصاد الامريكي. فترامب عايز مهاجرين. اللي انا عايز اقوله لك، ترامب هيعمل ايه؟ ترامب هيعمل ايه في الهجره العشوائيه؟ ترامب هيأكد ان يسأله كويس على الشخص اللي جاي عشان يتأكد ان هو امان. الشخص ده مش ارهابي، مش جاي يعمل خراب في امريكا، مش جاي يقتل ويسرق وينهب، لا، الشخص ده امان. طيب ازاي الشخص ده امان؟ اول قانون هيرجعه اللي كانوا الديمقراطيين شالوه، انك هيرجع ان يبقى معاك باسبور، هيرجع شرط اساسي للتقديم على الهجرة العشوائية. طيب ده هيحصل في الهجرة بتاعة 2026؟ لا، في اللي بعدها، اللي هو هتبقى في 2025، هتنفذ اذا ترامب فاز طبعا. هيبقى الشرط الاساسي انك تقدم على الهجره، لازم يكون معاك باسبور، اللي هو التعليمات القديمه اللي كانت شغاله ايام ترامب. طيب هل هيقلل مثلا؟ لا، انا شاكك بقى، دي من وجهه نظري انا شاكك ان هو ممكن يزود كمان عدد المهاجرين في الهجره العشوائيه. ليه؟ لان امريكا دلوقتي ما فيهاش ناس، امريكا دلوقتي محتاجه ناس. فانت ممكن يبقى ليك الحظ الكبير، ممكن ياخدك المره دي، ممكن يبقى عندك فرصه كبيره انك تتاخد. هل قضايا اللجوء هتقف؟ لا، قضايا اللجوء مش هتقف في عهد ترامب خالص، بالعكس. قضايا اللجوء غالبا هتتقبل كلها في عهد ترامب. ليه؟ لانه عارف ان الناس دي هتنزل تشتغل وهتعمل وهتعمل وهتعمل، وزي ما انا لسه شارح لكم الدوريه ماشيه ازاي. فهو ده اللي ترامب عايزه، عايز يقوي الاقتصاد. ما يهمنيش اللي بره، انا عايز اصلا ترامب عايز يلغي ان امريكا تبقى في الناتو، عايز يطلع امريكا من الناتو، لان هو شايف ان الناتو بيأثر على الاقتصاد الامريكي. مع امريكا عماله تديلهم في حاجات ومساعدات ومش عارف ايه، فترامب قال لك لا، امريكا لا، امريكا فقط للامريكان، احنا لا ندي مساعدات لاوروبا ولا اي حاجه من الحاجات دي. فهو عايز يطلع ترامب عايز يطلع امريكا من الناتو. هل دي هتبقى خطوه جيده؟ فعلا دي هتبقى خطوه جيده في الاقتصاد الامريكي. الاقتصاد الامريكي هيرجع يقوى تاني. طيب كده انا شرحت لكم المهاجرين، تمام. قلت لكم ترامب مستحيل، لخصتها لكم بشكل اهو سريع، قلت لكم مستحيل ترامب يقضي على الهجره العشوائيه او يمنع الناس المهاجرين. ترامب بقى هيعمل ايه؟ تعالى اقول لك بقى هيمنع مين ومين اللي هيترحل وكده. الناس اللي داخله عن طريق المكسيك، الناس اللي داخله من الحدود، الناس اللي داخله عن طريق الميه والحاجات دي، الهجره الغير شرعيه زي ما بيقولوا.
الناس اللي داخله ما عندهاش اي اوراق ولا اي حاجه تثبت ان هم جايين هنا بطريقه قانونيه، دول اللي ترامب يقدر يرحلهم، دول اللي قضايا اللجوء بتاعتهم ينفع ترامب يلغيها. فخد بالك كويس، لان في الحالات اللي زي كده ممكن دي يوقعك في قضيه اللجوء بتاعتك عادي لو انت داخل من غير ورق. لان دلوقتي بايدن عامل ايه؟ الحكومه الديمقراطيه قالت لك انت لو داخل من غير ورق خلاص اعمل قضيه لجوء واقعد عندنا عادي، ويطلع لك جرين كارد وتبقى مواطن امريكي بعد 5 سنوات عادي وتدفع ضرائب وكده. طيب ترامب قال لك لا انا مش عايز الناس دي، اي حد داخل غير ورق قضايا اللجوء بتاعته هتنزل تماما من المحكمه، يعني هتبقى شت داون. شت داون يعني هتاخد رفض، هترجع لبلدك، هيرحلك. طيب هل ترامب يقدر يجيب الفلوس دي كلها علشان يقدر يرحل المواطنين؟ ما اعرفش انا ما اقدرش اقول لك، ولا 100,000 يوتيوبر غيري يقدر يقول لك، ولا اليوتيوب كله يقدر يقول لك. طيب هل ترامب هيجيب منين ضباط لكل ده؟ لا، يقدر يجيب ضباط لكل ده. هو انت معلش انت مش هترحلهم كلهم مره واحده، انت الضابط اللي هيرحل واحد ما هيرجع يرحل التاني بعده، هيرجع يرحل التالت بعده. فهل يقدر يجيب ضباط لدول؟ يقدر يجيب ضباط لدول، لان انت مش هتقبض عليهم مره واحده. كل ضابط هيرجع ياخد اللي بعده، هيرحل ده ويرجع ياخد اللي بعده. فمش صعب. هيجيب لهم منين مرتبات؟ لا، هيجيب لهم مرتبات. ترامب مش هيغلب، قلنا ترامب اصلا راجل اقتصادي، وفي عهد امريكا كان اي حد كنت بتمشي على الارض بتعمل فلوس، وكلنا عارفين كده. كنت بتدب خطوه على الارض سواء بقى ظابط، اي حاجه، قاعد ما بتشتغلش، فريلانسر، اي حاجه، بتمشي على الارض خطوه بتجيب فلوس. فلا، الضباط لما يتقال لهم يعملوا كده هيعملوا كده. هتقول لي هيطلبوا مرتب؟ لا، مش هيطلبوا مرتبات، وكده كده مرتباتهم في زياده ومرتباتهم بتكفيهم. وهم بيبقى ليهم بيزنسز تانية او حاجات تانيين بيعملوها برضو بجانب البوليس، يعني اللي هم شغالين فيه بتجيب لهم فلوس زياده، وهو عايش تمام يعني. ممكن ينزل القوات بتاعه المارينز ترحلهم، ممكن ينزل الحراس بتوع الولايه يرحلوا. هيغلب مش هيغلب في دي. طيب هل بقى هيقدر يجيب فلوس ترحلهم؟ انا ما اعرفش. ما اعرفش اذا كان ممكن يرميهم تاني على الحدود من مكان ما جم ولا ايه، دي انا حاجه ما اقدرش اقول لك، انا بخمن بس ان هو ممكن يجيبهم، يمشيهم كده من عن طريق الحدود، ارجع بقى ومع نفسك وعلى الله وكده. طيب هل حقوق الانسان هيسيبوه يعمل كده؟ مش بتاعتي، ما اعرفش. ما اعرفش ايه اللي هيحصل، ومحدش يقدر يقول لك ايه اللي هيحصل. انا فقط بحلل لك ايه من وجهة نظري اللي انا شايفه. كل دي فقط وجهة نظر مش اكتر. تمام. انت بقى لو ليك وجهة نظر مختلفة عادي نشاركها مع بعض في الكومنتات وكده، ونتبادل الاراء وكده، بس انا بقول لك اللي انا شايفه. لو انت شايف زيي تمام مفيش اي مشكلة، اكتب لي برضه في الكومنتات. لو شايف حاجة تانية مفيش مشكلة اقول. ولكن بس اهم حاجة بالنسبة لنا ان الاقتصاد يزيد، عشان كده انا شخصيا ساظل داعم لترامب، وهفضل دايما من مؤيدين ترامب وكده. وامريكا انا شخصيا عايزها تتظبط وترجع تاني امريكا بتاعت زمان، عشان كده انا بايد ترامب. طب لو كاملا هاريس كسبت كل حاجه هتنزل في الارض. ده زي ما قلنا ممكن يبقى لفيديو تاني الكلام ده. بس كده. فاتمنى تكونوا فهمتوا وجهه نظري، وما تخافش خالص، ترامب مش ممكن يرحل اي حد، بالعكس ترامب عايزك اصلا تيجي بس بطريقه قانونيه. ممكن يقول لك امشي لو انت جاي معدي من على الحدود، ممكن يقول لك امشي وهات ورق وارجع، هسيبك ترجع عادي مفيش اي مشكله. طيب هل هيصعب البي 1 بي 2؟ لا، مش هيصعب الفيز التانية. فيزا الدراسه مش هتصعب، مش هيبقى صعب انك تحصل على فيزا دراسه، مش هيبقى صعب. مش هيبقى صعب انك تحصل على فيزا سياحه، مش هيبقى صعب في عهد ترامب. كل ده في عهد ترامب مش هيبقى صعب. بالعكس، بل ضباط الهجره اللي دلوقتي عمالين يرخموا على الناس وكده، اعتقد ان هم في عهد ترامب هيسيبوا الناس تخش عادي خالص، لان هم اصلا عايزين الناس تخش تعمل لجوء عادي، ما عنديش اي مشكله، تخش قانوني تعمل عندي لجوء هقبلك وانزل اشتغل عندي واشتغل في المحلات وكده. هو ده اللي ترامب عايزه. فانا اعتقد ان ضباط الهجره يعني هيبقوا ممحيين في عهد ترامب، هيسيبوا الناس تخش، مش هيرزلوا على حد زي دلوقتي. دلوقتي يقول لك افتح معاك كام، لو لقاك كلامك متناقض او معكش فلوس كتير ممكن يقول لك ارجع مكان ما جيت، انا ما قبلتكش. في عهد ترامب الكلام ده غالبا مش هيحصل يعني. بنسبه 80% الكلام ده مش هيحصل. ضباط الهجره هيسيبوا الناس تخش عادي. وعايز تخش تعمل لجوء في عهد ترامب عادي مفيش اي مشكله، لجوءك هيتقبل عادي تمام مفيش اي مشكله، بل ممكن يتقبل اسرع ما بيتقبل دلوقتي كمان. هو بس فقط كل هم هيعملوه هيسالوا عنك، هيشوف الماضي بتاعك ايه، هل انت بتنتمي لجماعه ارهابيه، هل انت جاي تخرب، هل انت مثلا عامل مشاكل قبل كده او حاجه زي كده. انت شخص تمام ما عليكش اي مشكله، هيقبل اللجوء بتاعك وخش خلاص خدت الجرين كارد، وبعد 5 سنين قدم على الجنسيه وتبقى مواطن امريكي عادي. بس كده، ده كان فيديو النهارده، وكنت جاي اطمنكم بس واقول لك لا، قدم عادي على الهجره وبس اعمل باسبور، لان هيخلي غالبا شرط الباسبور اساسي. بس كده. قدم على الهجره وامريكا هترجع تحلو تاني، وان شاء الله كل واحد عنده مشكله تتحل ان شاء الله.
والحياة الاقتصادية ترجع قوية تاني في العالم كله وبالذات في الشرق الأوسط. يلا أشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام عليكم. علي عمر.